الحضارة بتسحب من تحت رجلينا واحنا قاعدين ورافعين ايدينا. الحقونا يا جدعان. نتفليكس اليومين اللي فاتوا طلعت لنا الاعلان التشويقي بتاع الفيلم الجديد اللي عاملينه عن الملكة كليوباترا بتاعت انطونيو اللي كانت مجنناهم في عصرها. اصلها كانت يونانية من اصول مقدونية، بنت امورة، هي شوية خمرية عشان كانت قاعدة في مصر، بس يقول لك لا، هي مش كده، دي من اصول افريقيه. وراحوا جايبين ممثله سمراء وكاركتر، قال لك هي دي كليوباترا. يا سلام، هو ينفع كده تسرسبوا من تحت ايدينا الاهرامات والاثار بتاعتنا في لحظه واحنا قاعدين بنتفرج؟ خلي بالكم يا جماعه، الموضوع خطير مش سهل زي ما انتوا فاهمين. اقول لكم ليه؟ لان الناس دي ابتدت فعلا تعمل من فترة حركة اسمها الافروسنتريك. الافروسنتريك دول بيسخنوا الافارقة بتوع شرق افريقيا والسنغال ان الحضارات بتاعتكم قدام فوق في الشمال. وفعلا راحوا على تونس يعني غلبة 12 مليون، عندهم داخلين على حوالي مليون واحد هجرة غير شرعية. هبع عليهم الناس السمر اللي جايين من وسط افريقيا وقال لك وسع انت وهو، احنا التوانسة القدماء، وقاعدين وعاملين لهم مشاكل. ولما ابتدوا يتكلموا معاهم وعيب كده يا رجاله، طلع القلق عليهم. القلق الافريقي مش سهل، فخلي بالكم لان هم ابتدوا يسخنوا علينا اهو، ودخلوا هم كمان على الحضارات بتاعتنا المصريه قديمه، وقال لك احنا الافارقه، احنا اصحاب البلد واصحاب الحضاره. يعني انا ابقى نايم اصحى كده الاقي مثلا هرم خوفو بقى اسمه هرم ايتو. اسم الله على مقامكم يعني قاعد طول عمري بدرس ان احنا الفراعنه واحنا الحضاره القديمه واحنا القدماء المصريين، يعني مستخسرين فينا حاجه الوحيده العدله اللي فضلنا. ولا بص الاقي الواد منيه جاي يغيظ في ابو صلاح وينزل على مطروح ويقدم اوراق للمحافظ يقول لك اصل حمامات كليوباترا دي كانت ستي كاتباها لي، ويعمل عليها بقى كباين وجو من ده وتعليم سباحه اطفال ويوزع شيبسي وكسكوتات على العيال. يعني مش كده، احنا لازم يكون لنا موقف. اولا علموا عيالكم ان الحضاره هي ارضنا، هي الهويه، ما تسترسبش ولا تسحبش مننا. اللي يفرط في اثاره يفرط في اي حاجه بعد كده. ما هو الموضوع مش سهل، ده هو لعب كبير في الدماغ. والناس دي بتشتغل باسلوب خالتي وخالتك لما بيعملوا الرز بيحطوا الصاجه على نار هاديه عشان مش احفادنا احفادنا يا سيدي هيبصوا يلاقوا نفسيهم قاعدين فجاه محتاسين، ما هماش فاهمين البلد بلدهم ولا ويبقى البيت بيت ابونا. والافرو سنتريك يطردونا ما ياكلش. وادخلوا على الموقع بتاع نتفليكس واعملوا ريت 0، ولو ما ينفعش 0 اعملوا 1. المهم يعني بهدلوا لهم. دول حتى بيتكلموا بيتهموا استاذ زاهي حواس والناس الاثريين بتوعنا، يقول لك اصلهم بيتمصوا المعالم وبيقطشوا مناخير كل الاثار اللي عندهم عشان ما يبانش المناخير الافريقيه من المناخير بتاعتهم. يا سلام يا جماعه، الناس دي مش ناويه تجيبها البر. خلي بالكم يا الا هنلاقي فعلا الحضاره بتتسرسب من تحت رجلينا. ربنا يستر عليا وعليكم وعلى اولادنا. السلام عليكم، مسوا بالعافيه.